مكبوس دياي كويتي على الطريقة الأصلية ومن أطيب الوصفات اللي ممكن تعمليها من المطبخ الكويتي. وبما إنه تم الاتفاق على تصدير دجاج الخير لدولة الكويت الحبيبة بوزن 900 جرام و1000 جرام و1100 جرام بهالشكل، معناها لازم نحضر المكبوس دجاج الخير. يلا معي. لسلق الدجاج رح نحط مي مغلية وعليها باقة عطرية من البهارات الخشنة وبصل مقشرة ومقطعة. بعد ما ينسلق بنجهزه للتحمير. خلطة التحمير زيت نباتي وملح وزعفران وكركم وهيل وقرفة، بندخله على الفرن وبنعطيه لون ذهبي. ولتحضير حشو المكبوس زيت نباتي وبصل مفروم ناعم، شندال مسلوق واللي هو حب الحمص المقسوم من النص، كشمش واللي هو الزبيب، شوية مرق دجاج، لومي مطحون، ملح وفلفل وهيل مطحون ودارسين واللي هي القرفة، معلقتين سمنة لتحضير الرز. نزل الرز المنقوع والمغسول وضيف الملح، زعفران وكركم ومكعبين ثلج وماء وارد لتلوين الرز. صفي عليه المرقة. بس تبلش تنشف المرقة بتحطي الحشو على جنب، وعلى الجنب الثاني خلطة الزعفران. ارفع الحشو واسكبي الرز. رجع الحشو على وجه الطبق للتقديم مع الدجاج المحمر. قدمي مع سلطة الدقوس الحارة أو شوية لبن رايب وخضار. صحة وهنا وألف عافية.